تصدق إن كان في بلد الكلب فيها لبس ذهب؟ مش فيلم، دي قصة حقيقية من أكتر من 1000 سنة. في كتاب اسمه المسالك والممالك اللي كان بيحكي عن العالم زمان. في هناك ممالك في أفريقيا كان فيها الذهب أكتر من أي مكان في الدنيا. ملك من الملوك دول كان غني لدرجة إن الكلب بتاعه كان لابس طوق من ذهب. مش بس كده، الحراس بتوعه كانوا شايلين الرماح فيها ذهب. القصر بتاعه كله مزين بالذهب. هنا بقى تسألني سؤال وقول لي ايه هو؟ الذهب ده كله جه منين؟ ده كان عندهم مناجم ذهب مرعبة. بس المفاجأة بقى إن الملك كان منع أي حد يحتفظ بقطعة ذهب كبيرة. لقيت قطعة ذهب كبيرة؟ جاري اديها للملك. ما ينفعش يبقى حد أغنى من الملك وتاخد قطعة ذهب صغيرة. ليه؟ الملك لازم يتحكم في السوق كله. طب أقول لك على الأغرب، إنهم كانوا بيتاجروا من غير ما يشوفوا بعض. التاجر من دول كان يحط البضاعة بتاعته ويمشي، يجي تاني يوم يلاقي الذهب بتاعه. طب ما عجبوش، يستنى لما التاني يزود. ولا كلمة ولا مقابلة ولا تفاوض. تخيل الثقة بتاعتهم كانت ازاي. يا اخي الدنيا زمان كان فيها قصص اغرب من الخيال واحنا لسه بنكتشفها. القصة بقى اللي انا حكيتها، هل هي حقيقية او مش حقيقية؟ الله اعلم.